لرفع الوعي. طب الدور اللي بقى العمل التطوعي والمنظمات العمل المدني والهيئات والجمعيات، ايه الدور اللي ممكن تقوم بيه في هذا المجال؟ الدور موجود ومتوفر وفي ناس بتشتغل، ولكن خلينا نكون واقعيين. إذا كنت أنا كمؤسسة من مؤسسات الدولة بعمل على التنمية وبعمل على خدمة المواطن بقدر ما أستطيع وبتشكك فيها، يعني هو فقط مستقيته في المؤسسة، فهيصدق في العمل الأهلي التطوعي؟ ما هي المشكلة قائمة برضك. لكن احنا لو في دور للمؤسسات في انها تخدم المجتمع موجود في مؤسسات كتير. يعني انا عندي في سوهاج مثلا في مؤسسة بتعمل على مؤسسة خيرية وغير هادفة للربح، وبتعمل على تزويج ايتام وخدمة مطلقات ومساعدات. حاليا بتعمل مؤسسة لعلاج الإدمان، ودي مطلوبة جدا جدا. يعني في مناطق في سوهاج خلاص الإدمان تفشى فيها لأبعد الحدود، وبتقوم عليها سيدة. يعني لو احنا مش في مجال شكر، احنا بنشكرها. يعني الدكتورة شيرين الشاذلي ديت من الناس اللي هي يعني اللي فعلا الخايفة على المجتمع وبتعمل بقدر المستطاع في مساعدة، ولكن الناس ما فيش تعاون برضه معاها. ايه السبب؟ السبب برضه هي انه احنا مش عايز اقول لك احنا مسموح لنا بنتكلم شويه، مش يعني المواطنين مش بيقتنعوا بدور هؤلاء، يعني او مش بيتقبلوا. انا هقول لحضرتك، عارفه انا لو عندي راس مال كويس وعندي استعداد اصرف 5 مليون 6 مليون مقابل ان انا ادخل البرلمان، وانا اصلا ماليش لا شعبيه ولا جماهيريه ولا هنجح، بس عنده استعداد يصرف دول. لكن النهارده تقولي له عايزين يجوز 3 ايتام بربع المبلغ ده مش هيجوز. النائب اللي بينجح بيشتري الصوت ب 300 جنيه، ولو قلت له هات كيلو لحمه لكل مواطن يعني هي في مصالح شخصيه حضرتك تقصد ان هي اللي بتحكم التعامل؟ ما عندناش يعني. احنا في سوهاج تحديدا رجال الاعمال اللي هم عندهم انتماء للمجتمع بتاعهم، نفتقد الروح دي فيهم. نعم. رجل اعمال بتحسيه اناني وذاتي اكتر من طبعا ده نموذج مش اساسي في كل يعني رجال الاعمال، لكن يعني احنا بنقول ان في كمان برضه رجال اعمال وطنيين بيقدروا ان هم يعني يعملوا مشروعات يشغلوا بيها شباب، يبقى في جانب تنموي. احنا بنشوف برضه بعض المجتمعات المنظمات المدنيه بيساعدوا الدوله في الدور، يعني مثلا بيعملوا توعيه لترشيد استهلاك المياه، بيعملوا رفع درجه الوعي لدى الناس، تمكين المرأة والأسر الأكثر أنا شفت احتياجا. بس مش في سوهاج للأسف، مش موجود. أنا شفته في مجتمعات كتير، ولكن إحنا عندنا في سوهاج أنا ما بقولكيش مش موجود، لا موجودة في مؤسسات ضخمة. نعم. بتعمل يعني مثلا النهارده أنت لو هتشوفي كم مؤسسة بتعمل لخدمة مرضى